يعتبر المنهج العلمي المعاصر حواراً مستمراً بين العقل والتجربة. يبدأ بفرضيات مبتكرة يتحقق منها عبر اختبارات تجريبية. الفلاسفة يشيرون إلى أهمية التكامل بين الاستنباط والاستقراء. تمكن هذه الفلسفة البحث العلمي من تطوير نظريات قائمة على الأدلة التجريبية، مما يعزز دقة الفرضيات ويؤدي إلى تقدم علمي ملموس، حيث يتحكم العقل في العملية، بينما تمثل التجربة معايير تقييمها. حين يقترح العقل الفروض وتحكم التجربة عليها، سر المنهج العلمي المعاصر. مقولات لفلاسفة العلم تؤكد أن المنهج العلمي المعاصر يقوم على التكامل بين الاستنباط والاستقراء. كارل بوبر: العلم يبدأ بفروض جريئة يبتكرها العقل، ثم تختبر هذه الفروض بالوقائع، فالتقدم العلمي يقوم على استنباط النتائج ثم اختبارها بالتجربة. كارل همبل: النظرية العلمية تقترح فروضاً عامة، ثم نستنبط منها نتائج جزئية تعرض على الاختبار التجريبي. إرنست ناجل: المنهج العلمي الحديث يدمج بين التحليل المنطقي للنظريات وبين التحقق التجريبي لنتائجها. ماريو بونغ: البحث العلمي عملية متبادلة بين بناء نظري استنباطي واختبار تجريبي استقرائي. إمري لاكاتوش: النظريات تبنى استنباطياً داخل برامج بحثية، لكنها تقيم في ضوء الأدلة التجريبية. هنري بوانكاري: التجربة مصدر للوقائع، لكن العقل هو الذي ينسقها في نظريات. بيير دوهيم: الاختبار التجريبي للنظرية يعتمد على استنباط نتائجها أولاً، ثم مقارنة هذه النتائج بالوقائع. توماس كون: العلم يعمل داخل أطر نظرية، توجه الملاحظة والتجربة. يمنى طريف الخولي: لم يعد المنهج العلمي استقراءً خالصاً كما تصور التقليديون، بل أصبح تفاعلاً جدلياً بين فرضيات نظرية تصاغ عقلياً ووقائع تجريبية تختبرها. يمنى طريف الخولي: العلم المعاصر يقوم على حوار دائم بين العقل والتجربة، فالعقل يقترح الفروض والتجربة تحكم بقبولها أو رفضها.